السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم بوصفة جميلة جدا جدا جدا. ما شاء الله، حاجة دافية كده في السقعة اللي احنا فيها دي، وموفرة كتير كتير. لا تقولي بقى اعملها بلحمة ولا بفراخ. بصراحة كنت على طول بعملها بلحمة، قلت اجربها بس طلعت بجد بجد حاجة كده في الجون. اعمليها تكفي بدل اليوم 2، وتوفري ليكي ولولادك. دلوقتي الحاجة بقت نار خالص. ما شاء الله تبارك الله، وصفة لذيذة ومكوناتها موجودة في كل بيت. مش هنشتري غير حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس اللي احنا هنشتريها ونعمل بيها الحلة العظمة دي. ما شاء الله تبارك الله، عملت جنبها شوية رز بشعرية واليوم عدى. بصي بقى، شوية الرز كده على الخلطة الجميلة اللي احنا عاملينها دي، حاجة بجد بجد تحفة. تحفة وخطيرة، والتيست بتاعها جميل، وكله أجمع إن هي حلوة. تعالي معايا بقى أقولك أنا عملتها إزاي. مبدئيا كده هنجيب كيلو بطاطس نقطعه مكعبات. أول ما الزيت بتاعنا يقدح، نبتدي نحط البطاطس المكعبات، نديها صدمة على النار، يعني بكده نقليها. تمام. بعد كده هنقوم نشلينها ونقلل كمية الزيت اللي في الحلة، ونقوم حاطين هنا، أنا جايبة كيلو إلا ربع كبد على قوانص. مسكتها غسلتها وقطعتها، وهبتدي هنا اديها صدمة كويسة. سردت المية بتاعتها، ابتدي تبليها بقى. حطيت لها مكعبين من الماجي وملح وفلفل وزعتر، وحطيت لها قرفة وكبة صيني. تمام تمام. حطينا لها حوالي كوبايتين من المية المغلية، وحطينا ربع كوباية خل. تمام. حطينا هنا كمان حبة من الجنزبيل، وظبطنا التيست بتاعنا كده، وحطينا بهارات لحمة. بصي بقى الخلطة دي مع الخل حاجة كده عظمة. هنسيبها تستوي، وفي نفس الوقت نقوم جايبين نص معلقة توم صغيرة ونقوم حاطينها. يا نهار ابيض على الريحة، حاجة كده تجنن. اقلبي بقى بصلتين هنا متقطعين كده سلايس كده رفيع، وبعدين قرن فلفل. ويا سلام لو قرن الفلفل سبايسي، بس ده اختياري، بتبقى حاجة تحفة. تاخد غلوة بسيطة، وابتدي انزلي بقى بالبطاطس المكعبات اللي انت محمراها. واول ما تحطيها يا دوبك دقيقتين كده بس مع التقليب، وقومي طافيه عليها. هتشرب كده البطاطس والتختخ، وتبقى حاجة عظمة خالص. وما شاء الله تبارك الله، بيبقى طعمها تحفة. وجبة جميلة وسريعة، وتكفي من العيلة عدد. ما شاء الله، ومش مكلفة. يعني يا دوبك جبنا كيلو إلا ربع كبد وقوانص. ما شاء الله تبارك الله، وصفة جميلة ولذيذة. حبيبتي بحبك في الله كتير. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايمي البسيوني. ما شاء الله، وفري ودبري الايام دي، ربنا يعديها على خير ويهون على كل الناس يا رب في كل بقاع الارض. حبيبتي اشوفك على خير، واقولك في النهاية السلام عليكم، باي باي.